حبايبي طمطومة، النهاردة الفيديو بتاعنا مختلف. احنا مش هنطبخ، احنا هناكل. عايزة اعرفكم على بعض اكلات من الاكلات الليبية الحلوة. جماعة حبايبنا في ليبيا بعتوا لنا الاكل دون، وبصراحة ريحته تحفة قوي. فانا حبيت ان انتوا تشاركونا وتشوفوا الاكل الليبي معانا، واي اكلة هتعجبكم ان شاء الله احاول ان انا انفذها لكم. اول حاجة معانا الاكلة دي، والاكله دي اسمها ايه يا احمد؟ عشان انا نسيت. مقطع مقطع بالجديد. الاكله دي اسمها مقطع بالجديد، وهي عباره عن عجينه بتتعجن وبتتقطع بالشكل ده، عامله زي المكرونه اللي عندنا كده، وبتتعمل في الطبيخ بقطع اللحم. ودي الاكله دي اسمها رشدة. وهي عبارة برضو عن عجين اهو، معمول ازاي زي بالظبط المكرونة، بس هي عجين وفي مكنة بتعمله مخصوص، وبرضو معمول بطريقة كده جميلة باللحمة والحمص. وفي عندنا الأكلة دي كمان اسمها فتات، شبه الفتة عندنا كده في مصر، وبتتعمل بطريقة معينة كده وبطريقة صوص معينة بالفراخ، طعمها تحفة جدا طبعا. وعندنا الأكلة دي اللي هي اسمها معرفش، المبطن. أيوة، هي عبارة عن بطاطس وبتتحشي وبتتقلي بطريقة معينة. وعندنا هنا ده البراك ده اللي هو ده ورق السلق، محشي ورق السلق ومحشي من جوه تقريبا مفروم باللحمة الضاني. ودي بقى العصبان اللي عندنا احنا في مصر بنقول عليها الممبار، بس محشي برضو لحمة ضاني. احنا دلوقتي بقى هندوق الاكل الحلو ده، وبعدين اقول لكم الاكلات دي واقول لكم رايي واقول لكم ايه اكله احلى عشان نبقى ننفذها ان شاء الله على قناتي، قناه ماما طمطومه. يلا بقى نبتدي الاكل، يلا ندوق بقى حبايبي. رجعت لكم بقى بعد ما اكلنا بصراحه، وايه يعني ما اقولكوش يعني. بصوا، هي الاكله دي جميله قوي، اللي هي اسمها الرشده. يعني شبه المكرونه شويه عندنا، حلوه قوي قوي، طعمها حلو، جميله. دي برضو الفته او الفتات دي اللي شبه الفته عندنا، هي برضو بتتاكل بالايد كده، ظريفه قوي. والفراخ اللي كانت عليها دايبه، بصوا دايبه من السوا، جميله حقيقه. ودي بقى المقطع بالجديد ده، دي يعني التوابل بتاعتها مميزاها جدا. التوابل الليبي بتعتمد على القرفة واللي هو الحلبة والكركم والحاجات دي، يعني باينة قوي، طعمها ظريف برضو، جميلة. والحصبان اللي هي الممبار عندنا، بصوا هم حاشينه لحمة ضاني، بصوا جميل، بس مش محمر، هو مسلوق بس، احنا بنحمره طبعا، بس بنحمره احنا بنعمله رز، بس هم بقى رز ومحشي لحمة ضاني، فطعمه فظيع جميل. برضو محشي السلق، الورق دايب والمحشيايه تحفة بصراحة، طعمه برضو جميل قوي قوي. هو بصراحة كل الأكل الليبي جميل، حتى البطاطس اللي هي بيقولوا، أنا نسيت الاسم بتاعها، المبطن، جميلة. بصوا عاملة ازاي من جوه، محشية لحمة مفرومة، يعني عاملينها قرصين بطاطس على بعض، وعاملين لها كفر بالبقسماط ومقلية محشية، طعمها بصراحة حلو قوي قوي. واحنا بنشكرهم، وان شاء الله ان شاء الله شوفوا اني اكلة بالنسبة لكم. طبعا اللحمة الضاني بقى هي اللي مميزة، لحمة الضاني جميلة، اللي هي الفتات دي عليها اللحمة الضاني كده تحفة. وان شاء الله ابقى اجرب لكم اكلة من الاكلات الليبية دي، تعملوها وتدوقوا الاكل الليبي. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد من فيديوهات طمطوم. مع السلامة.